كابتن مدحت شلبي المره دي ما سماش على النادي الاهلي. تعالوا نشوف هو عمل ايه وما سماش في ايه في النادي الاهلي، وبعد كده نبقى نعلم. بس هو ينفع اتحاد الكوره يخاف من النادي؟ طبعا. ازاي؟ زي ما بقول لك كده. طب وبعد كده الكوره هتمشي ازاي؟ ما هي عشان كده مش ماشيه، هي الكوره ماشيه. هو انت شايف عندنا منتخبات ما شاء الله وصلت لحاجه؟ احنا عندنا الكوره في النازل. الكوره في النازل 100%، رضينا ام ابينا لازم نعترف بده. ولازم يبقى عندنا اصلاحات جوهريه للكوره. مثلا اول هذه الاصلاحات الجوهريه ان اتحاد الكوره يبقى اقوى من الانديه، وان الرابطه تبقى اقوى من. اقول لك حاجه، ان اتحاد الكوره يكون اقوى من النادي الاهلي، من الانديه كلها. وبما فيهم اولهم النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي. طبعا الاهلي دوله جوه الدوله. اتحاد الكوره ما يقدرش يزعل الاهلي. لان زعل الاهلي وحش. ليه؟ هيعمل ايه الاهلي لو زعل؟ الاهلي جمهوره حميه. هيعمل ايه الاهلي لو زعل؟ لا ازاي؟ جيمي هيشتغل والدنيا هتشتغل. مين جيمي؟ ده انا اموت واعرفه. شخصيه اعتباريه يعني. لا الاهلي جمهور. ما توجه له كلمه جيمي. يا جيمي، المنصب لقمه العيش صعبه. ايه منصبه جيمي؟ لا هو منصبه معروف من غير ما اقول. انا قلت اعرفه من جيمي. ايه اللي هو ماسكه؟ ايه اللي هو بيعمله؟ اللي بيعمله فينا يعني؟ لجان مثلا. ما انا بقول لك، ما هو طبعا. ايه غير اللجان؟ لجام. يعني اسكت ما تتكلمش. انت تتكلم، انت تقول، انت تعيد، انت ما تقولش دي، انت تقول دي، ما ينفعش. يعني النهارده انت بتوقفني، انا اتوقفت. ليه؟ اتوقفت علشان جمهور الاهلي ما يزعلش. وانا يا سيدي فايده جمهور الاهلي، عينيا الاثنين، نقف اسبوع 2 اللي انت عايزه. عندك حق يا كابتن مدحت شلبي، جيمي مزودها معاك وشكله كده هيقعدك في البيت من تاني. الكلام اللي انت قلته ده خطير جدا، مع ان كلنا عارفينه ان النادي الاهلي هو سبب فشل الكرة المصرية. طول ما في حساب للنادي الاهلي غير باقي الانديه، ومفيش تفكير في المنتخب، ومفيش تفكير في نجاح الكرة المصرية، هي دي هتبقى نتيجة فشل في جميع المنتخبات. وانت بجد كان ناقص تقول على اسم جيمي، مع ان الناس كلها عارفاه. ويا ريت لو حد عارفه ومتاكد من اسم يقول لنا على اسمه مين هو جيمي اللي يقصده كابتن مدحت شلبي. بس بامانه الصراحه المره دي زايده قوي معاك يا كابتن مدحت. انا خايف عليك الفتره الجايه. انت بتقول قعدت اسبوع او اسبوعين في البيت وما كانش همك ساعتها. المره دي شكلك هتقعد بزياده اكتر واكتر واكتر، لان انت خبطت المره دي في الكبير اللي لازم يبقى هو رقم 1 وبس. دايما هو يكون البطل ومش مهم الباقي عنده، حتى الباقي ده لو كانت هي مصلحة الكرة المصرية. فربنا يستر عليك يا كابتن مدحت.